شفت كتير فيديوز على تيك توك ناس بتجرب الفسيخ الفسيك. فسيك هو ريحته فعلا عامله زي فسيك، بس هو اسمه فسيخ بالخاء. مفيش حاجه اسمها فسيك خالص. وهي عبارة عن سمكية مخمرة لمدة 15 سنة. خماره بقالها 15 سنه؟ انت ايه، واكله سمكه متحنطه ولا ايه؟ يعني انا مش فاهم ايه متخمره بقالها 15 سنه. طب هو كان شاريها بسعرها بقى كام دلوقتي؟ ده كسبان مليون في المية بقى. ده يعني كان جايبه والدولار ب 3 جنيه، دلوقتي الدولار ب 30 جنيه. يا الو. 15 سنة. سألت بيتباع فين ولقيت ان اشهر مكان بيبيعه فسكاني ابن الجدة، وهناك بيخيرك ما بين 3 فليفرز: اكسترا ملح، انترميديت ملح، وزيرو ملح. انا اخترته يكون ويل دان زيرو ملح، وكمان جبت معاه هو ليه اكسترا ملح وزيرو ملح؟ عشان ما اعرفش انطق الكلمه اللي في النص بصراحه. هو ايه ده يا جدعان؟ ده فسيخ بتاعنا. احنا فسيخ بناخده بملحه، يعني احنا بناخده كده بناكله، ما بياخدش راينا. الفسيخ شخصيته قويه علينا. هو ايه ده؟ وهو قال لك كده، الراجل ده قال لك كده ده بتاع فسيخ؟ طب متاكده ولا ده محل سوشي فاتح سيكشن فسيخ على جنب؟ فيش. اوكي جايز، before we start you have to make sure ان انت مأمن نفسك بان انت تلبس ماسك وجلافزات خارقة للحفاظ على الامن والسلامة. هتطير بالفسيخه، جلافزات خارقه ومش عارف ايه، هتطير بالفسيخه. حضرتك بتاكلي فسيخه ايه، ملغمه؟ يعني هتاكليها كده؟ حاسب كده الديل، بس الديل شوف كده في لغم، بوم ونخلص منك يا سلمى. خارقة للحفاظ على الامن والسلامة، ولو عندك جلافزات حارس المربى يكون افضل. ايه جلافزات حارس المربى دي؟ ما حدش يقول لي انت سمعتها غلط، انا سمعتها صح. ايه جلافزات حارس المربى دي؟ حد يفهمني، انا مش فاهم. طب ده فريق بيلعب كوره مثلا في الدرجه ال 35 مثلا في الدوري المصري ولا؟ يكون افضل. الغريبه ان ريحه الجولدن سميلي هيرنج فيش مش زي السيلفر فيش خالص، فانصح محل الفسيك ان هم يحطوا شمعه بريحه الكوكونات من باث اند بودي. دلوقتي تخيل تروح بتاع الفسيخ تلاقي حاطط وسط الفسيخ كده شمع من باث اند بادي بريحه الجوز الهند. تخيل انها بتطلب من بتاع الفسيخ ان هو يعمل حاجات هو كبني ادم ممكن يكون ما بيعملهاش. يعني كبني ادم بنسى اغسل وشي، ممكن افتكر وانا في العربيه وانا على القهوه ايه ده انا ما غسلتش وشي، بقوم اغسلها. يعني باث اند بادي ايه؟ انا في واحده صاحبتي ريحتها بترول، يعني بقول لها دايما روحي باث اند بادي والحاجات بتاعت البنات دي، تقول لي بتروح تجيب صابونه من نجمه هوليوبلس وخلص الحوار على كده. فسيخ ايه اللي هجيب له من باث اند بادي؟ ما تبلعي وانت ساكته. هشيل التاكت بتاعه الجولدن فيش عشان نبتدي ندوق، ولو حبيتوا تطلبوا ممكن تسكانوا الباركود ده وهيوصلكوا لحد عندكم. كيو ار كود؟ الفسيخ بقى ليه كيو ار كود؟ ده بقى انت جايبه الفسيخ ده منين؟ من اديداس؟ ثانيا لو صورت كيو ار كود ده هيوديني فين مثلا؟ يعني هجيب لي فسيخ تبع سعر الدولار ولا هيجيب لي ايه الاسهم بتاعته في البورصه؟ عجبني كومباينيشن الالوان قوي ما بين السيلفر والجولد. معروف ان السيلفر فيش ما بتنامش كتير عشان كده عينها حمراء، بس هي والله يا سلمى انت اللي عينك حمراء، انت اللي عينك مدوره وحمراء على اللي انت بتعملي فينا وعلى اللي انت بتقوليه واللي انت بتجيبيه ده بصراحه. يا بس يا مسموك بس، يعني هو الفسيخ تحس ان هو شبح الميه، فاللي هو تلاقيه مستبح ولا حاجه. حمراء. فيش ما بتنامش كتير عشان كده عينها حمراء، بس هي من اطيب الاسماك اللي عرفتها. الفسيخ من اطيب الاسماك اللي هي عرفتها. اصل وهي بتاكل الفسيخ وبتقطع في لحمها كده اكتشفت ان صوتها حلو وطيبه، بس هي عندها شويه مشاكل في البيت، فعين الفسيخه دي غلبانه وطيبه قوي. يعني انا مش فاهم، هو انت جيفري ده مركع الهامور؟ فاينلي جربتها، كان عليها اورنج كافيار. اورنج كافيار ايه ده؟ بطارخ. حضرتك بطارخ كده تقعد تقرقشي كده، صوتها مستفز وما اعرفش الناس بتاكلها ازاي. دي اسمها بطارخ، ملهاش علاقه خالص بالكافيار. فاينلي جربتها، كان عليها اورنج كافيار كتير. جايز كانت بجد سوبر مالحه، لازم تحطي عليها شويه ايس كريم. تعرفي ان انا بعشق الكافيار بالايس كريم بجد. بحط بقى بعيش توست كده وبدهن الايس كريم الاول، بس بيبقى فانيليا. بيبقى فانيليا وبعد كده اجيب عليه البطارخ تمام، واحطه سيكه في الميكرويف بس عشان يدي تيست القرمشه ده، عارفاه يا سلمى؟ بعد كده اروح بلعه واخش المستشفى اموت بعدها. انا نمت بعديها 3 ايام وقطتي هربت. طب ما تجربي تنامي كده يا سلمى 3 سنين، يعني اقعدي كده بعيد عن السوشيال ميديا 3 سنين مثلا، وانا هرجع لك القطه بتاعتك اللي هربت من العيشه معاكي. انا هرجعها لك، انا هدور ارجع، بس ابعتي لي مواصفاتها. بس حاولي كده تقعدي 3 سنين تنامي. انا هجيب لك مزرعه فسيخ عشان نخلص.